السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جاية لكم هنعمل وصفة جميلة. هعمل معاكم كتف خروف. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. معانا هنا حبايب قلبي طماطم مكعبات، معانا معلقة صغيرة ثوم مفروم، معانا ليمونتين، معانا قرن حامي فلفل، معانا بهاراتنا معلقه كبيره ملح، نص معلقه صغيره جنزبيل، نص معلقه صغيره قرفه، معانا نص معلقه صغيره من الحبهان والورق اللوري المطحونين، معانا عود قرفه، معانا معلقه صغيره فلفل اسود، معانا معلقه صغيره من البابريكا، وكمان معانا معلقه صغيره من بهارات اللحمه. خلاص. ومعانا كمان كتف الخروف الراعي الرسمي بتاعنا بتاع الفيديو النهارده. حطينا هنا الطماطم بتاعتنا والفلفل، هنضربها كده ضربه في الكبه بتاعتنا اهو. كملوا بس معايا الفيديو الاخر وانتوا هتشوفوا كل تفاصيل الكتف بتاعنا النهارده. يا ريت اول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتنا اول باول. هنا كنت خلاص ضربتهم كده وبدات اصفي، انا عايزه الميه بس مش عايزه التفل بتاع الطماطم. حطيت هنا معلقه كبيره من الخل، معلقتين من الزيت، معلقه كبيره من صويا صوص، وبهاراتنا حطيناها على عصير الطماطم اللي احنا ضربناه وصفيناه. تمام كده حبايب قلبي اهو. هنعصر الليمونتين. خلاص حطينا كده على الطماطم بتاعتنا كده البهارات والخل والزيت. تمام. حطينا معلقتين زيت، ما نكترش علشان الكتف بتاعنا طبعا ضاني فكله دهون. تمام. وحطينا عصير الليمونتين. هنبدأ كده نقلبهم كله حلو، هنقلب كل حاجتنا كده او كل الخلطة بتاعتنا حلو. تمام. هنجيب الكتف بتاعنا وهنغرزه كده بالسكين او نغرزه بالسكين. تمام. بالسكينة كده هنفضل نغرز الكتف بتاعنا حلو اهو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان بس الخلطة بتاعتنا تتشرب الكتف كله او الكتف كله بتاعنا يشربها. تمام. هنجيب كده ايه، خلاص غرزناه كله كده حلو او نغزناه كده حلو. هنجيب بس كده ايه طبق كبير نحط عليه الكتف بتاعنا. هي حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة بصراحة تحفة، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة كبيرة. عفوا. فهنبدأ كده نجيب الخلطة بتاعتنا ونشرب الكتف بتاعنا كله اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام اهو. هنشربه كله في الفتحات كده اللي احنا فتحناها او نغزناها بالسكين كده. هنبدأ نشرب كده كل الخلطة بتاعتنا من فوق ومن تحت. بصوا هو مليان دهون بصراحة، كان كله دهنة يعني، فانا عملته برضو فطلع جميل وحلو كده. صبيت كل الخلطة بتاعتي وبدأت كده اشرب كده حلو اهو. تمام. لحد ما الكتف بتاعي شرب كل الخلطة بتاعتي. وهبدأ كده اجيب الصينية بتاعتي واحط فيها ورق من الزبدة وورق سلوفان. هحط في الاول تحت كده ورق سلوفان واحط عليها ورق زبدة علشان ابدأ عفوا احط الكتف الخروف بتاعي. وهجيب الخضار، انا عامله خضار مع الكتف بتاعي، عامله مكعبات من الجزر، مكعبات من البطاطس، كوسه، اللي انت اي خضار انت حباه حطيه مع الكتف بتاعنا. خلاص كده. يا ريت اول مره يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتنا اول باول. لايك وشير للفيديو. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. خلاص كده حبايب قلبي. هبدأ كده حطيت كده الخضار بتاعي اهو، وبصل، نسيت اقول لكم في بصل وجزر وبطاطس. حطيت كده السلوفان في الاول وحطيت عليه ورق من الكراسات الرسم تكون نظيفه ما تكونش الاولاد استخدموها. وهبدا كده احط عليه الكتف بتاعي واحط عليه الخضار بتاعي، واحط طبعا الخضار انا رشيت عليه رشه من الملح ومن الفلفل الاسود وقلبتهم حلو. تمام. هبدأ كده احطهم كده مع العصير، باقي عصير الطماطم الخلطة اللي احنا عملناها صبيتهم عليه. بدأت كده اجيب كراسات من ورق الزبدة او كراسات من كراسات ورق من كراسات الرسم نضيفة، وبدأت احطها كده على الكتف بتاعنا وغطيتها بورق سلوفان. كتمتها حلو جدا 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 علشان بس البخار ما يخرجش منها وتستوي. خلاص اهو كده.
هبدأ كده اقفل حلو جدا واحطها في الفرن. هتستوي دلوقتي وهوريكم شكلها. بصراحة حاجة تحفة بجد، جميلة جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا. ما خدتش سوا خالص، يعني هو بصراحة كان الخروف ما شاء الله كان صغير، فما خدش سوا خالص معايا. خلاص اهو هنا كنت خلاص خرجتها من الفرن اهي. بدأت كده اشيل ورق السلوفان من عليها. تمام. الخضار بتاعنا مستوي، بصوا شكلها بجد تحفه، هتعجبكم جدا جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام عليكم.